السلام عليكم شباب اولى ثانوي. نركز بقى مع بعض. درس النهارده مهم جدا جدا جدا، اللي هو موضوع ان انا بتكلم على البروجكتايل موشن. بس خدوا بالكم بقى، المره دي هنتكلم على البروجكتايل موشن ده at 2 dimension. يعني ايه بقى ببساطه الكلام ده عشان ما انتهش؟ يعني من الاخر كده ان انا لما الاوبجكت بتاعي هيحصل له بروجيكشن، البروجيكشن ده هيشتغل معايا من بوينت بالشكل ده كده، ويبدأ يطلع لفوق لغاية نقطة معينة، وبيبدأ يشتغل معايا وينزل مرة تانية لغاية التارجت. يعني معنى كده ان الحركة بتاعته بتكون بانجل. يعني بالنسبة لي هنا الفي اي دي بتكون عاملة انجل معينة هنا، نركز فيها كده مع بعض مع الاكس اكسس، وليكن مثلا هنسميها سيتا. يبقى ناخد بالنا من حاجة كده، انا لما بحذف الحركة دي بالنسبة لي زي اطلاق الصواريخ مثلا بتاعت الحروب. لما بحذف صاروخ كده بيتحدف دايما بانجل بالشكل ده. ماشي الكلام؟ زي الناس اللي بتلعب كرة، اللي هو يجي يسقط كرة كده من فوق صاحبه او من فوق زميله او من فوق الجون. كل دي حركة بيتقال عليها حركة باي انجل، بروجكتايل موشن باي انجل او ات تو دايمنشن. ايه التو دايمنشن دي؟ ان بالنسبة لي الحركة هنا هيشتغل جزء منها على الاكس بنسميها في اي اكس، وجزء منها على الواي بنسميها في اي واي. يبقى نركز كده مع بعض. اول خطوتين عندي اساسيين في التعامل مع البروجكتايل موشن. اول حاجه ان انا الفي اي بتاعتي شغاله على كام دايركشن؟ شغاله على اكس وشغاله على واي. يبقى اول نقطه لازم اخد بالي منها ان انا اقدر اجيب الفي اللي على اكس والفي اللي على مين؟ الواي. تمام ممتاز كده. يبقى بالنسبه لي اول حاجه هجيبها الفي اي اكس. الفي اي اكس دي بالنسبه لي بتيجي ازاي؟ هنرجع بقى لجزئيه الفيكتور. الناس اللي كان عندها مشكله في الفيكتور الفيديو بتاعها موجود، تقدر ترجع له. وانا عملت لكم بلاي ليست خاصه باولى ثانوي، هتلاقوا فيها كل الفيديوهات اللي تخصكم ان شاء الله باذن الله. هنا الفي اي اكس يعني الجزء اللي هنا. طب اللي نسي، مين اللي بياخد الادجيسنت؟ الكوزاين ولا الساين؟ الكوزاين، صح كده؟ يبقى كده الفي اي اكس هتبقى عباره عن الفي اي كوزاين السيتا. النقطه دي ما تتنسيش. يبقى دي اول خطوه انا باخدها في المساله، ان انا اجيب حاجه اسمها الفي اي اكس. يعني الفي اي اللي بتاثر على الاكس. ايوه بتتقال عليها ايه لما يجي يسالني؟ بيقول لك احسب لي حاجه اسمها هوريزونتال كومبوننت، ايوه كده، اوف مين؟ انيشال فيلوسيتي. يبقى لما يقول لي هوريزونتال كومبوننت يبقى هو يقصد اللي على الاكس. ممتاز. طيب لو انا عايز اجيب اللي على الواي هعمل ايه؟ الجزء اللي على الواي اللي هو النورمال بالنسبه لي ده هياخد الساين. يبقى كده بالنسبه لي الفي اي واي هي عباره عن الفي اي ساين السيتا. يبقى المعلومتين دول تبقوا عندك مهمين. طب ليه اهميتهم؟ ركزوا بقى معايا يا جماعه شويه. هو الراجل اللي اثناء ما هو طالع كده، تمام، وبعد كده بيوصل لهايت معين وبعد كده يبتدي ينزل. اثناء الحركه طالع ونازل كده، مين اللي بيبدا يشده لتحت اثناء الوقت ده كله؟ ايوه 10 على 10 اللي قال الجرافيتي. يعني معنى كده ان الحركه دي كلها شغاله في رينج مين بالظبط كده؟ الجرافيتي اكسلريشن. طب معنى انها شغاله في رينج الجرافيتي اكسلريشن، الجرافيتي دي تاثيرها فيرتيكالي ولا هوريزونتال؟ ممتاز، فيرتيكالي. فيرتيكالي اقصد بيها مع الواي اكسس. يبقى الواي اكسس ده اللي هو الفيرتيكالي كومبوننت. حلو. يبقى كده انا عندي هوريزونتال وعندي فيرتيكال. طب حلو، طالما الجرافيتي بتاثر على الفيرتيكالي، يعني معنى كده ان تاثيرها هيكون على الواي والاكس ولا على الواي بس؟ ممتاز، على الواي بس. يبقى معنى كده ان الثلاثه ايكويشن اوف موشن بتوعي هيشتغلوا. هيشتغلوا عادي جدا مفيش اي مشكله، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان الثلاثه ايكويشن اوف موشن بتوعي بيتحققوا مع الجرافيتي اكسلريشن. يعني معنى كلامي ان شغلهم كله على الواي اكسس بس. يبقى حضرتك كده اول ايكويشن هتقول لي ان الفي فاينل بس اللي على مين؟ الواي. ممتاز. ايكوال الفي انيشال اللي على الواي. تمام. بلس الجي تي. ممتاز قوي الكلام ده. يبقى اول ايكويشن بتاعتي هي الايكويشن الطبيعيه اللي احنا اتعودنا عليها في الفيديو اللي قبل ده واللي قبله، في الايكويشن وفي الجرافيتي. بس خدوا بالكم من حاجه، ان المره دي الموضوع مشروط. يعني شغلنا بيكون على الواي اكسس اونلي. طيب رقم 2 هيبقى الهايت بتاعي ايكوال، الهايت دي مكان الديستنس، برضو في اي واي مع مين؟ التايم، بلس هاف جي تي باور 2. يبقى هي كده كده برضو الايكويشن دي اللي هي الايكويشن نمبر 2، بس المره دي برضو على كونديشن. ايه هي الكونديشن دي؟ ان انا اكون شغال ات واي اكسس اونلي. تمام. اللي بعده رقم 3 الفي فاينل اللي على الواي باور 2 ماينس الفي انيشال اللي على واي باور 2 ايكوال 2 جي في الاتش. حلو قوي الكلام ده.
اللي انا عايز اقوله دلوقتي ان التلاتة ايكويشن اوف موشن او تاثير الجرافيتي ما بيبقاش موجود غير على مين؟ الواي اكسس بس. يعني تقدر تشتغل على الايكويشن الاولانيه، الثانيه، الثالثه براحتك، بس ات واي اكسس اونلي. طب يا ترى الاكس دي ايه ظروفها؟ لا، الاكس دي هتبقى بالنسبه لي حاجه ظريفه جدا. الفي اي اكس دي ملهاش علاقه بمين؟ بالاكسلريشن. يبقى معنى كده انها هتكون يونيفورم فيلوسيتي. طالما يونيفورم فيلوسيتي يبقى معنى كده انها طول الوقت هتفضل شغاله زي ما هي عادي، مفيش اي مشكله. طيب يا ترى في البروجكتايل بعد ما جبنا الثلاثه ايكويشن اوف موشن كده بالنسبه لي الموضوع خلص؟ هو لو هنتكلم صح هو خلص، بس مجرد ان احنا هنطلع كام ايكويشن دلع كده عندنا من الثلاثه ايكويشن. ركزوا بقى معايا كده ونفهم احنا هنطلعهم ازاي بشكل بسيط. بصوا يا شباب معايا، احنا اتفقنا ان احنا لو عندنا البروجكتايل موشن بالنسبه لي ابتدى حركته من هنا وبدا يطلع معايا كده بالتدريج لغايه ما وصل لماكسيمم هايت، وبعد كده ابتدى ينزل مره تانية لغايه ما وصل للنقطه او التارجت اللي هو هينزل عليه. يبقى معنى كده ان ده شكل الحركه بتاعي. طب نركز، المفروض ان ده الرينج بتاع الاصابه نفسه. حلو، يبقى ده كده هنسميه الهوريزونتال رينج بتاعت مين؟ البروجكتايل. تمام، يعني التارجت بتاعي اللي انا هخبطه او هسيبه هيكون موجود فين. حلو، لو بصينا هنلاقي الحركه بتاعتي مقسومه لجزئين. جزء الاوبجكت فيه بيطلع لغايه ما يوصل هنا للهايت الماكسيموم. حلو، يعني معنى كده ان التايم اللي هو هياخده هنا اقدر اسميه التايم بتاع مين؟ بتاع الجزء الماكسيموم، صح؟ تمام. طيب هل اقدر اجيب الهايت؟ تمام قوي. ركزوا كده معايا، هو احنا مش لسه قايلين من شويه ان الايكويشن الثالثه اللي هي الفي فاينل واي باور 2 ماينس الفي انيشال واي باور 2 ايكوال 2 جي اتش؟ هو احنا عايزين نجيب مين يا شباب؟ عايزين نجيب الاتش. طب ركزوا معايا، يعني انا عايز اجيب الجزء ده كده ببساطه. طالما انا محتاج اجيب الجزء ده، طب نركز شويه، هو انا مش وصلت الماكسيمم هايت؟ لما بوصل لماكسيمم هايت بتكون الفي فاينل اللي على واي بكام؟ ممتاز اللي قال، بتكون بزيرو، 10 على 10. يبقى معنى كده ان الجزء اللي على الواي هنا هيكون بكام يا عم؟ بزيرو. بس الكلام ده اللي على الواي بس، الاكس زي ما هي. تمام، يبقى الجزء ده كده الله يرحمه كده زيرو. طيب انا عايز الاتش، يبقى كده هودي الجي الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى هيطلع معايا شكل الايكويشن بتاعت الاتش لوحدها اهي. ايوه، نيجاتيف في اي واي باور 2 اوفر ال 2 جي. خدوا بالكم ان انت ممكن تشتغل بالايكويشن دي على طول مباشره، بس انا بعلمك الموضوع ده ببساطه عشان تبقى انت واخد بالك من فكره ان انت لو اتزنقت في اي فكره في الموضوع تقدر تحسبها ازاي. لكن هي ببساطه انت ممكن تستخدم القانون ده وتجيب بيه الماكسيمم هايت على طول مباشره. طب بنفس الطريقه انا ممكن اجيب التايم، مش هعمل اي حاجه غير ان انا اروح للايكويشن. انهي ايكويشن بقى؟ ايوه، نمبر 1 اللي هي بتقول لي ان الفاينل واي ايكوال الانيشال واي. تمام، نركز، بلس الجي في التي. ممتاز، حلو. انا عايز اجيب مين هنا؟ المره دي عايز اجيب التايم. تمام، بتاع مين؟ الماكسيمم هايت. طب ما طالما بتاع الماكسيمم هايت يبقى برضو الفي فاينل واي بزيرو، والزبون ده هيروح الناحيه التانيه هيكون نيجاتيف، يبقى نيجاتيف في اي واي ايكوال مين هنا يا عم؟ الجي مع مين؟ مع التي. طب تمام، يبقى انت سيادتك لو عايز تجيب التي، ايوه هتودي لي الجي الناحيه التانيه بالديفايد. يبقى كده وصلنا ان انا اقدر اجيب ازاي التايم بتاع الماكسيمم. نيجاتيف في اي واي اوفر مين؟ الجي. يبقى نركز كده مع بعض، في فرق واضح ما بين القانونين. بتاع الاتش في باور 2 في 2، بتاع التايم الماكسيمم ما فيهوش ولا باور ولا 2. كلام جميل. في بقى قانون تالت بس ده هيكون قانون سهل قوي. ايه هو القانون ده؟ ان انا عايز اجيب التايم يا عم من الاول لغايه الاخر، يعني عايز اجيب التايم كله. طب انا عايز اجيب التايم كله، مش انا الحته دي نص الحركه؟ يبقى انا لو عايز اجيب التايم كله ده بنسميه احنا حاجه اسمها فلايت تايم او التوتال تايم، يعني التايم اللي اخده كله. طب ما كده الفلايت تايم او التوتال تايم يا اساتذه بذكاء قوي هنلاقيه ايه؟ ايوه، قد تايم الماكسيموم مرتين. يبقى انا ممكن اقول له كده ان ده 2 من مين؟ من التايم بتاع الماكسيموم. بس لا، ممكن اخد القانون ده ملتبلاي 2 اصلا، يبقى هيطلع معايا القانون شكله عامل ازاي؟ ايوه، نيجاتيف وادي 2 في اي واي اوفر الجي. واحد قال لي يا مستر ايه قصه النيجاتيف دي؟ هو في تايم بيطلع بالنيجاتيف؟ لا، انت كل حركتك بس الجرافيتي اكسلريشن بتكون فيها نيجاتيف، لان انت كل شغلك على الحته اللي طالع انت فيها دي. فكل ده انت شغال اجينست تو ذا جرافيتي، يبقى معنى كده ان انت الجرافيتي بتاعتك طول الوقت نيجاتيف. فتعوضها هنا هيكنسل النيجاتيف اللي هنا، ولما اعوض بيها هنا برضو هيكنسل النيجاتيف اللي هنا، زي ما هنشوف مع بعض في المسائل كمان شويه. يبقى كده ببساطه احنا وصلنا كمان للفلايت تايم. كده ما فاضلش عندي غير مين؟
هو الجزء الاهم بقى اللي هو التارجت بتاعي، الرينج ده. الرينج هنا شغال على اكس ولا على واي؟ نركز بقى. الرينج ده شغال على اكس. بس الاكس دي ما فيهاش اكسلريشن اصلا. صح، الاكس ما فيهاش اكسلريشن، يعني معنى كده انها يونيفورم. يعني معنى كده ان انا لو حبيت اقول الفي اي اكس في اي وقت من الاوقات طالما يونيفورم يبقى المفروض انها تكون ديستانس على تايم. مين هنا الديستانس؟ الرينج، صح. مين التايم من الاول للاخر؟ ده الفلايت تايم اللي هو التايم كابيتال اللي لسه قايلينه. يعني معنى كده ان انا لو عملنا كروس هنا يبقى يطلع معايا ان الرينج ايكوال في اي اكس ملتبلاي مين؟ الفلايت تايم. طبعا انا اخدت معاكم وقت اطول كتير قوي في ان انا اعرفكم القوانين جت منين، لكن هو كستاندر الموضوع بالنسبه لك بسيط. انت عندك الهايت اهو، عندك تايم الماكسيمم اهو، عندك الرينج رقم 3 اهو، ولو احتجت الفاينل فيلوسيتي في اي لحظه، ركزوا معايا عشان دي فيها جزئيه تراكميه شويه من الفيكتور، ازاي اقدر اجيب الفاينل فيلوسيتي. ركزوا معايا ببساطه خالص. لو حضرتك محتاج تجيب الفاينل فيلوسيتي في اي وقت من الاوقات، كل اللي انت هتعمله ان انت هتشتغل كفيكتور. يعني مثلا البروجكتايل بتاعي بيتحرك كده، وانا عايز اجيب يا عم الفاينل فيلوسيتي في النقطه دي كده، الجزء ده، يبقى معنى كده ان هي ليها جزء على الاكس. واتفقنا جزء الاكس ده ما بيتغيرش، وجزء هنا على الواي. جزء الاكس ما بيتغيرش ليه؟ لان الفي اي اكس احنا اتفقنا انها يونيفورم. يعني معنى كده ان طول الوقت كده يا مستر، يعني معنى كده ان الفاينل بتاع الاكس هو الانيشال بتاع الاكس في اي وقت بالظبط كده، ما بتتغيرش معايا. طيب لو انا عايز اجيب بقى الفاينل كتوتال، ده فيكتور ما بين اتنين، يبقى اشغل، ايوه ممتاز، اللي قال عن طريق بايثاغورس ثيرم، سكوير روت لمين ومين؟ للفي فاينل واي باور 2 بلس الفي انيشال واي باور 2 اللي هو الريزلتنت اوف 2 فيكتور بربنديكولار تو ايتش اذر. احنا اتفقنا من شويه ان دي بالنسبه لي تمام، مفيش فيها اي ازمه. الفاينل اللي على الفاينل اللي على واي هي اللي فيها ازمه. الفاينل بقى اللي على اكس، لا دي بالنسبه لي هي اللي ما فيهاش ازمه. ليه؟ لان احنا لسه كاتبينها فوق هنا. ركزوا معايا ان الفي فاينل اللي على الاكس هي الانيشال اللي على الاكس، اللي احنا كنا حاسبينها في اول الكلام خالص انها بتكون الفي اي في كوزين الثيتا. يعني معنى كده ان جزء الاكس بيتحسب مره واحده بس. يعني ده كده بالنسبه لي ما فيهوش اي مشكله. تمام. الازمه في الفي فاينل واي هي مش ازمه. انت مش عندك ايكويشن اوف موشن؟ اتصرف على طول. يبقى الفي فاينل واي هتبقى ايكوال الفي انيشال واي بلس مين؟ الجي مع التي بمنتهى البساطه. طبعا تنفيذ الكلام ده بالارقام هيكون اوضح. نركز بقى مع بعض شويه. يبقى القانون ده انت هتستخدمه if you need، لما هتحتاجه، لما يطلب منك الفاينل بعد تايم معين. لكن ان جنرال شغلك كله على الثلاث قوانين اللي احنا قلناهم من شويه. ازاي تقدر تجيب الاتش، ازاي تقدر تجيب التايم، ازاي تقدر تشتغل على الفلايت تايم. ركزوا معايا بقى عشان هنقول مساله كده يعني فكرتها الى حد ما تقيله شويه، فنركز مع بعض. هو الراجل بيقول لي عندنا هنا بروجكتايل باي انجل، تمام، 45 to reach to target، عشان يوصل لي على تارجت 1000 متر from البروجيكشن بوينت، من ناحيه البروجيكشن بوينت. يعني مسافه التارجت بتاعي كام؟ 1000. حلو قوي. بيقول لي فايند يا عم، ركزوا بقى معايا عشان السؤال ده لف شويه. فايند مين؟ ده هيجمع لنا يعتبر الدرس كله. الانيشيال فيلوسيتي. طبعا كلمه الانيشيال فيلوسيتي ممكن يغيرها ويقول لك البروجيكشن فيلوسيتي عادي جدا، او الفيلوسيتي ات ذا بوينت اوف بروجيكشن، مش هتفرق. وقال لي يا عم ان الجرافيتي اللي سيادتك هتقدر تستخدمها هنا ب 10 متر بير سكند. نركز بقى مع بعض ونشوف احنا القصه بتاعتنا هتمشي ازاي. بيقول لي البروجكتايل ده بانجل كام؟ 45. حلو قوي. وبيقول لي ان هو هيوصل لتارجت كام؟ 1000 من البروجيكشن بوينت. بيقول لي هات لي الانيشال فيلوسيتي. طب تعالوا نشوف احنا هنجيب الانيشال فيلوسيتي دي ازاي. اول معلومه عندي الرينج. الرينج كان قانونه الفي اي اكس في التايم. اعلمكم بقى حاجه مهمه، اوعى تاخد خطوه تعويض ارقام وانت عندك كم قانون كتير. يعني ما تجريش انت فرحان بالرينج تروح حاطط رقم. لا، انا كده كده عارف ان الرينج عندي اهو، اوكي مفيش اي مشكله. خلينا بالسيمبل لغايه لما نشوف ايه اللي هيتفك معايا وايه اللي هيتظبط. اولا التايم ده مش موجود لي عنه اي معلومه، يبقى حل ان انا ارجع لاصل القانون. مش ده 2 في التايم الماكسيمم؟ ممتاز. يعني كان قانونه
نيجاتيف في اي واي اوفر مين يا عم؟ الجي. ممتاز قوي الكلام ده. هنحط الجزء ده معانا هنا، يبقى دي الرينج ايكوال الفي اي اكس زي ما هي. مكان التايم بقى ظهر معايا مين؟ ايوه ها، نيجاتيف 2 في اي واي اوفر مين؟ الجي. حلو كده، في اي اكس ملتبلاي في اي واي، وهنا في مين؟ هنا في نيجاتيف 2. طب ما انا ممكن اخلص من نيجاتيف 2 واكتبها بره، يبقى هتطلع معايا ازاي؟ ها 2 ومع النيجاتيف، واروح اعمل بقى الريشيو بتاعتي في اي اكس وفي اي واي. ادي في اي اكس ها، ومعاها كمان في اي واي، كل ده اوفر مين؟ الجي. الجي عندي كرقم اوكي، الرينج عندي كرقم اوكي، نيجاتيف 2 تمام، في اي اكس وفي اي واي انون، يبقى مفيش قدامي حل غير ان انا افك الاتنين. ركزوا معايا، هنقول دي في اي ها، ايوه ممتاز، كوزاين 45، والفي اي واي هتبقى الفي اي ساين ها 45. حلو قوي الكلام ده. تعالوا بقى نعوض باللي احنا وصلنا له. يبقى ادي الرينج ايكوال، وادي النيجاتيف 2 مكان الفي اي اكس في اي كوزاين 45، ها مكان الفي اي واي ممتاز في اي ساين 45 اوفر مين هنا يا عم؟ الجي. كده انا عندي هنا الرقم ده في اي، والرقم ده في اي زيه، في اي مع في اي يبقى في اي باور 2. واكتب بقى على الكالكوليتور كوزاين 45 وساين 45 مع بعض هيدوك النتيجه بتاعت البرودكت بتاعهم هما الاثنين، هيطلع هاف، لان دي 1 على روت 2 ودي 1 على روت 2، يبقى هيطلع هاف. يبقى الاثنين دول كده مع بعض هتبقى في النتيجه عندي بقى. ركزوا كده معايا كده، نبدا بقى نحط الارقام بتاعتنا عادي. مكان الرينج 1000، ونقول هنا نيجاتيف 2 كوزاين وساين قلنا اديتنا ايه؟ هاف. ادي الهاف كمان اهو، وفي اي وفي اي، ادي في اي باور 2. ممتاز. والجرافيتي ب 10 يبقى اخليها نيجاتيف 10 لان احنا اجينست 2 ذا جرافيتي. النيجاتيف طاير النيجاتيف، ال2 مع الهاف، يبقى فضلت معايا ال 10 اقدر اخدها ملتبلاي ال 1000، يبقى هتطلع معايا هنا ان الفي اي باور 2 ايكوال 10 في 1000 اللي هي تطلع معايا 10000. يبقى الفي اي نفسها هاخد الروت للكلام ده، يبقى الفي اي هتطلع كام رقمها؟ ايوه 10 على 10 100، ايوه متر بير سكند. المسألة دي إلى حد ما تقيلة شوية، بس أنا قصدت إن أنا أشتغل لكم بيها عشان لو جيتوا ركزتوا هي مسألة واحدة فكرتنا بكل قوانين البروجكتايل أصلا، وإزاي تقدر تخش مع بعض في مسألة واحدة. نركز بقى مع بعض الفيديو اللي جاي نيوتن، وإن شاء الله اللي بعده هنبدأ نحل الأسئلة اللي وارد إنها تيجي في الامتحانات بتاعتكم إن شاء الله بإذن الله، أو المستوى اللي هم متعودين يحطوا على أساسه الامتحانات. طبعا اللي عنده أي مشكلة في تفاصيل الأسئلة المقالية يقدر يرجع للفيديو بتاعها، وهسيب لكم الديسكريبشن، هسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو. شدوا حيلكم يا شباب.